ازاي ده يحصل يا استاذ جمال؟ ايه يا استاذ ايهاب؟ ايه الدخله دي؟ في حاجات بقت بتحصل في الجرون ده انا مش قادر اتحملها. اتفضل انت يا انسه. حضرتك تقدر تقول لي ليه مقالتي ما نزلتش؟ افتكر ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا ايهاب. انا عايز حضرتك تديني سبب واحد بس، سبب واحد يخلي حد يزعل من مقاله عنوانها من وراء انهيار الجنيه المصري. في ايدي. واضح انك انت مش فاهم اي حاجه بتحصل خالص يا ايهاب. انا فاهم يا فندم كل حاجه، وعايز اقول لحضرتك ان انا محرر الصفحه الاقتصاديه، ولو مش هتدوني الحريه ان اكتب اللي انا عايزه وابين اقتصاد البلد للناس زي ما بيحصل فيه، فتبقى خالتي وخالتك. يعني ايه الكلام؟ يعني استقالتي يا فندم. انا بكتب لحضرتك استقالتي عشان اعفيك من اي مسؤوليه، وعشان تبقى حر في اتخاذ القرار اللي انت تحبه.